تعالوا بينا بقى النهارده في الفيديو ده نعمل مع بعض كده شويه فطير مشلتت بالسمنه والقشطه البلدي. الفطير المشلتت قد ما هو سهل بس في ناس كتير ما بيظبطش معاها، ففي الفيديو ده النهارده هوريكي كل اسرار وتكات الفطير المشلتت اللي تطلعه معاكي طري قوي وكمان مورق واحلى من الجاهز. اول حاجه عندي هنا طبق حطيت فيه 2 كيلو دقيق محطوط عليهم معلقه من السكر ونص معلقه من الملح، وكمان حطيت عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا مكون اساسي ما ينفعش ان احنا نستغنى عنه. قلبت كل مكونات الجافه دي مع بعض وبدات انزل عليها بالميه تدريجي، واعجن لحد ما العجينه تلم معايا. انا عايزه عجينه تكون طريه وبتلزق حاجات بسيطه، اهم حاجه تكون بتلزق، مش عايزاها تبقى ناشفه. عجنتها بالشكل ده والعجينه لمت معايا. قسمتها بقى لكور كبيره، انا هعمل الفطيره يعني الكوره الواحده فطيره، فعشان كده عملتها حجمها كبير. قسمتهم بقى عملوا معايا 6 فطيرات كبار، ودهنتهم زيت وسبتهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق. بعد كده بقى جبت صينية عندي، ممكن تستخدمي الرخامة بتاعتك، ودهنتها حطيت على الصينية قصدي شوية زيت، وبدأت ان انا افرد الفطيرة بالشكل ده. بدأت ان انا اوسع كده من جوه لبره وبعدين فردتها وبنرقها بالشكل ده. دي اسهل طريقة، وعلى فكرة الصواني الستانلس من الحاجات اللي يعني سهلة قوي ان احنا نفرد عليها الفطير. بعد ما فردتها ورقيتها قوي بالشكل ده، جبت بقى السمنه البلدي عندي، انا كان عندي سمنه بقري. حطيتها عليها، بدات ان انا افرد على الدايره اللي انا فردتها دي كلها، وبدات بقى اجيب الجناب على بعض لفه الفطيره او لفه الظرف اللي احنا بنقول عليها التقفيله بتاعه الظرف دي، الجنبين على بعض وكمان الناحيه اللي فوق. احطها وعليها الناحيه اللي تحت من الناحيه التانية، اقفلها نفس التقفيله اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. واهم حاجه بين كل طبقه والتانية بنحط سمنه. ممكن تحطي سمنة على زبدة، ممكن تحطي سمنة بس، ممكن تحطي كمان على السمنة شوية زيت برضو بتساعد في التوريق قوي. قفلتها بالشكل ده، وبعد ما قفلت الظرف لفيتهم كده على بعض وجبت صينية مدهونة بالسمنة البلدي وحطيت فيها الفطيرة وهسيبها ترتاح 10 دقايق قبل ما ابططها. اهم حاجة الخطوة دي مهمة قوي، بنركنها شوية. بعد ما ركنت الفطيرة بتاعتي شوية في الصينية بتاعتها لمدة 10 دقايق كده قبل ما بططها، في الوقت ده كنت مشغلة الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة. وبعدين بعد كده بططتها بقى وجبت معلقة كده من القشطة البلدي، دهنت وش الفطيرة بيها. الخطوة دي حلوة جدا وبتدي ريحة حلوة قوي وكمان بتديها لون حلو للوش بتاعها. دخلتها الفرن على أعلى درجة حرارة، بتبدأ إنها تتنفخ كده واحدة واحدة وتورق. اول ما يدوب بس بتاخد لون من تحت وتستوي، هو ما بياخدش وقت خالص في التسويه. برفعها على الشوايه لمده يعني 5 دقايق. هي مدة تسويتها بالكتير ما بتاخدش 10 دقايق، بتطلع بالشكل ده. اهم حاجة تطلع من الفرن تحطيها في كيس علشان تطرى ما تبقاش ناشفة. وبس كده، لو مشيتي على الخطوات دي هتلاقي نفسك عملتي فطير مشلتت احلى من بتاع بره، بطعم السمنه البلدي والقشطه وضامنه نظافته في البيت، وبجد موفر قوي لان اللي بره بقت اسعاره غاليه شويه عن الاول يعني. فجربوا الفطير بالطريقه دي. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده.